حينما تقول نحن عراقيون عليك أن تتحمل مسؤولية الدفاع عن العراق ومسؤولية حماية العراق. على الأقل خليني أسمع، دعوني أسمع بيانات منكم أيها الشركاء تدينون فيها القاعدة وداعش والإرهابيين. على مستوى الكلام أريد منكم، ولا أريد منكم أكثر من هذا. أما أن تذهبوا لتخذيل الناس وتثبيط عزائمهم وإثارتهم، أتعرفون ماذا لو انتصرت داعش والقاعدة في الأنبار وفي الموصل؟ سوف لن تبقون أنتم، ولا يبقى شيء اسمه العراق، ولا تبقى كرامة، ولا تبقى شهامة، ولا تبقى غيرة ولا أعراض في هذا البلد العزيز، بلد المقدسات، بلد أهل البيت عليهم السلام. في بعد نال الظلم المرة وصلت للعظم. في بعد نال الظلم المرة وصلت للعظم. والله ما يمر داري إرهابي أو انتحاري. والله ما يمر داري إرهابي أو انتحاري. والجيش بهذا العزم، والجيش بهذا العزم. يلا السباع اخواني معقولة نبقى نعاني. ما عندنا اي حل ثاني، لازم الباطل لازم ينهزم. العراق بحاجة إلى صوتك. معا ننتخب دولة القانون.